السلطة المستقلة. هذا من الجانب القانوني. من الجانب السياسي يعني الطعن له أبعاد أخرى سياسية. لماذا؟ لأننا كنا قد صرحنا البارحة في ندوة صحفية ونعيد تكرار أن ما قامت به السلطة المستقلة هو في نظرنا وفي وجهة نظرنا جريمة مكتملة الأركان، لأنها مست بصورة الدولة ومست بصورة مؤسسات الدولة ومست باستقرار الدولة، شوهت عملية انتخابية أمام الرأي العام الدولي والمحلي، ومست بسمعة مترشحين، ومست بسمعة بلد، وساهمت في تشويه هذه الصورة. لماذا؟ لأننا سياسيا لا يمكن تراجع على المبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها الدولة الجزائرية، ولا يمكن تراجع على التعددية السياسية، ولا يمكن العودة إلى التاريخ البائد، تاريخ ما قبل العصابة التي كانت تشوه كل صورة في البلاد. ومن الناحية السياسية أن أدوات الطعن في كل المجريات لا تتوفر، باعتبار أن السلطة لم تسلم الكثير من المحاضر لدى المكاتب